بعد رحلة طويلة من الفيبوناتشي، منحنيات الأرقام ونماذج الهارمونيك اللي عرفنا أسرارها، دلوقتي وقت الجد، وقت الكلام يتحول لأفعال. دلوقتي هننزل أرض المعركة والسوق الحقيقي اللي مفهوش تخمين ولا احتمالات، في تحليل وقرار وتنفيذ. خطوة بخطوة هنشوف ازاي النموذج بيتكون قدامنا، وازاي بنرصد النقاط وبنقيس النسب وبنختار لحظة الدخول المثالية. ده مش وقت درس، ده تطبيق عملي واختبار حقيقي لكل اللي اتعلمناه. ده وقت الهارمونيك الحقيقي، ووقت انك تثبت انك مش بتقلد، انت بتتداول بعقل الهارمونيك نفسه. فظبط معايا فنجان قهوتك وتعالى نشوف ازاي هنتداول بكورس الهارمونيك، وده مقياس حقيقي لانك فهمت الكورس ولا لا. فتعالى نشوف ازاي بنتداول بالكورس ده، وازاي بندخل الصفقات، وازاي بنتعامل مع السوق الحقيقي. انا هنا عندي شارت نيوزيلندي على ال4 ساعات. انا عايز اشوف ايه النماذج اللي ممكن تدخلني. فتعالى نشوف قوة المدرسة دي عاملة ازاي. لو جينا هنا شوفنا ادي عندي مستوى ريتريسمنت عندي ال61. طب ايه هي النماذج اللي بيبقى الريتريسمنت بتاعتها عند مستوى ال61؟ اول حاجة ممكن يكون الجارتلي، تاني حاجة ممكن يبقى الاي بي سي دي. فتعالى نشوف هو الاي بي سي دي ولا لا. لو اتش دي عند 161 فده عندي اي بي سي دي ممتاز، وهنا بالفعل حمت 161 فدي عندي نموذج اي بي سي دي. طيب هتريد النموذج ازاي؟ اول حاجه هحط الفيبوناتشي من السيريز دي، واول اهدافي هتبقى عند مستوى ال 23. طب خلاص هنا جايب ال 23 وان شوت، يبقى هحط نقطه الدخول عند مستوى ال 23 واكمل معاه لل 38. طب جاب ال 38 اكمل معاه لل 50، جايب ال 50 وهكذا احط ال 61. طب لو انا هنا عند ال 38 احرك الستوب من ال 23؟ لا، خليه عند ال 23 وكمل بالاهداف بتاعتك، بحيث ان انت ضمنت اول هدف. لو حركت بنسبه كبيره ممكن يضرب لك الستوب وينزل يجيب اهدافك. فاحنا عايزين اكبر قدر استفاده ممكن من الشكل. فدي اول شكل معانا، شكل الاي بي سي دي. طب كده خلاص كده، طب ما ممكن نلعب معاه تاني. طب عندي هنا مستوى التصحيح عند ال 78. فمستوى التصحيح لما يكون عند 78 ده نموذج باتر فلاي. الباتر فلاي سي احنا اتفقنا ان هي من 38 او 50، فهنا عندي عند مستويات ال 50. طب الدي تكون عند كام؟ 161. جيب الدي، ادي مستوى ال 161. ده يعتبر تاني شكل معانا، شكل باتر فلاي. ده كان شكل الاي بي سي دي. كده انا جبت شكلين. تعال ندور تاني. هل نشوف من هنا لهنا كان عند مستوى الكام؟ 161. طيب ما ده ممكن يكون شكل الجارتلي او الاي بي سي دي. فهنا ما عملش ال 78 فده مش جارتلي. فتعال نشوف الاي بي سي دي عند مستوى ال 161. بص ال 161 بعيدة ازاي؟ ادي هنا مستويات ال 161. فانا هخش من المستوى ده، ودي تعتبر صفقة لايف. والستوب لوز بتاعي هنا هيبقى عند مستوى الكام؟ ال 200. فادي الستوب لوز بتاعي تحت مستوى ال 200، ودي نقطة دخولي نخليها باللون الأخضر. وتعالى نرسم الشكل. ادي الشكل معانا. طب تعالى نقيس الأهداف بتاعته. دي نقطة الدخول بتاعتي. فأول هدف عندي هيبقى مستوى ال 23. فتعالى نشوف كام بيب. ده يعتبر 60 بيب. طب والستوب لوس 80. فأنا هنا عايز أخلي الهدف بتاعي عن 38، وده يعتبر 100 بيب. فيعتبر 1.5 تقريبا لواحد. فيعتبر صفقة عندي مقبولة وقوية جدا. بس خدت بالك ان في نفس الحتة طلعت اكتر من 3 اشكال في نفس النموذج. عشان كده الهارمونيك ما ينفعش عينيك تبقى فيه ضيقة، لازم تنقي اكبر استفادة من الشكل. وممكن تكون نفس الموجة فيها اكتر من شكل. يعني ادي هنا عندي شكل، وهنا لو لاحظنا عندي شكل صغير وشكل كبير. تعالى نوضح الشكل الصغير لجوه الشكل الكبير. ادي الاي بي سي دي صغيرة، وادي الاي بي سي دي الكبيرة. تعال نخلي دي باللون الازرق عشان توضح. خدت بالك ان في نفس الموجة كان في شكلين، وخد بالك ده في 3 اشكال. ادي شكل، وادي كمان شكل اي بي سي دي. لو جبنا هنا المستوى ادي ال 78، ولو طلعنا فوق هنلاقيها عند ال 161. 3 اشكال في نفس الموجة. ادي شكل، ادي 2، ادي 3 اشكال اي بي سي دي في نفس الموجة عندي. فلازم عينيك تبقى واسعة للشورت، ما تبقاش ضيق. حاول تستغل اكبر ريتريسمنت واكسبانشن عندك في الشكل. ادي 3 نماذج اي بي سي دي وكلهم جابوا اهدافهم. تعال ندور تاني على اشكال. طب هنا بما اني عندي شكل اي بي سي دي، طب تعال نشوف هنا الريتريسمنت كان قد ايه. هنا الريتريسمنت عند مستوى ال 38. طب ال 38 ده والسي كانت كسرة مستوى الاي.
طب ما ده ممكن يكون عندي شكل صيفر. طيب شكل الصيفر ان السي 127 او 144 ممتازة، ادي ال 127 يعني ده بوتنشال صيفر. كل دي افكار ازاي تطبق الفيبوناتشي منها، وكل ده شورت لايف ما بدكش باك هيستوري، دي صفقات يعتبر حاليا شغاله. طيب تعالى نشوف كمالة الصيفر تكون فين. الصيفر هنا لازم يكون زي ما احنا عارفين عند مستويات ال 78، ادي مستوى ال 78. انا كده عندي شكل بيسلم شكل بيسلم شكل. اجي نموذج الاي بي سي دي، عندك 1 2 3، عندك بوتنشال صيفر. كان عندنا باتر فلاي، تعال نشوف الباتر فلاي كان فين. ادي الباتر فلاي، ادي مستوى خليه باللون الازرق. ادي الباتر فلاي. باتر فلاي بيبقى مستويات، بتبقى البي عند مستوى ال 78 والدي عند مستوى ال 161. كل دول اشكال هارمونيك جابت اهدافها، وده يعتبر لسه بيتكون الصيفر. فده هنا عندي ما شاء الله شكل 2 3 4 5 6، كل دول في نفس الموجة. فلازم زي ما قلت لك في الاول عينيك تبقى واسعة، مينفعش تضيق عينيك في الشورت بالذات. كل ما عينيك كانت واسعة وثاقبة كل ما قدرت تطلع من النماذج دي اهداف لا حصر لها. طيب هنا خلصنا الاهداف، تعالى نرجع بالشورت ونشوف اشكال تاني. هنا عندي بوتنشال صيفر. طب ازاي اقيس البوتنشال صيفر بشكل سريع؟ اول حاجه ان انا عارف ان مستوى البي بتبقى عند مستويات ال 38، وفي نفس الوقت ممكن اجيب الدي عند ال 78. فده هنا عندي ضلعين مظبوطين، ناقص بس احدد السي. لو السي ما بين ال 127 او ال 141 يبقى النموذج ممتاز. فتعالى نرسم الشكل مع بعض. ادي مستوى ال 78 كمل كان هنا بالظبط، وهحط الستوب لوس بتاعي فين في الصيفر؟ فوق مستوى الاكس، هخليه فوق المقاومه دي. تعالى نشوف اهداف الشكل. هنرسم من السي للجي عشان اجيب مستويات. ادي 23 جابها، 38 وجاب كل اهدافه. طيب ادي شكل، ممكن يكون شكل تاني صيفر جواه برضو. ادي هنا 38، تعالى نعملها من هنا. ادي ال 127، انا ممكن اخلي البي هنا، ادي الاكس ايه، واخلي البي هنا، واخلي السي تبقى هنا، ويبقى برضو شكل صيفر مظبوط. تعالى نراجع قياساته تاني. ادي عندي البي عند مستوى ال 50، والسي كانت عندي عند مستوى ال 141 وما اخترقتش المستوى ده، والدي عند مستويات ال 78. خدت بالك ان انا رسمته بكذا شكل وفي كل الاشكال جاب الاهداف بتاعته. تعالى ندور على اشكال تاني في نفس الموجة. تعالى نشوف هنا البي كانت عند كام؟ ال 78. طيب احنا في اشكال الهارمونيك بنحدد ضلعين بنفس الفيبوناتشي. هنا انا حددت البي وممكن احدد الدي. ادي عندي البي عند مستوى 78، وده شكل بوتنشال يكون باتر فلاي. طب الباتر فلاي بتتكون عند كام؟ ال 161. ادي ال 161. طب كده عندي بوتنشال باتر فلاي ناقص لي السي. السي عند كام؟ 61. بوتنشال باتر فلاي. تعالى نشوف هنتريده ازاي. اولا هرسم فيبوناتشي من السي للدي، واول اهدافي عند ال 23، تاني اهدافي مستوى 38. طب الستوب لوس بتاعي احطه فين؟ وما عنديش هنا مستوى مقاومه قريب من الشكل، ودي نقطه بيقع فيها كتير من المتداولين. بسيطه خالص، هعكس الفيبوناتشي اللي انا رسمه واجيب الريتريسمنت بتاعه. اقرب مستوى لل100 هنا كام؟ هو مستوى ال 127. هحط الستوب لوس بتاعي فوق اقرب مستوى عندي من فيبوناتشي. تعالى نخليه باللون الاحمر. ادي الستوب بتاعي. طيب الستوب لوس بتاعي كان ب 105، طب وهدفي 120. يعتبر 1 ل1، يعتبر صفقة مقبولة، يعتبر هخش الصفقة. تعالى نشوف هنا. ادي مستوى ال 78. طب هنا انا جبت دي عند ال 78 بس ما لمستهاش، ولو لاحظت ان بداية الموجة من هنا. لو جينا عملنا زوم ان كانت بداية الحركة الصاعدة من هنا، دي هنا طلع وعمل ريتريسمنت عن الحركة دي، ودي جابت لي 78. كان فرق نقطة أو نقطتين عليها، ولازم يبقى عندك مرونة، هو مش لازم يلمسها بالشعرة. فهنا لمس 78 ولمس عندي ال 161. خدت بالك فرق الشعرة هنا كان فرقه هو هنا. فده يعتبر نموذج اكسبتابل معايا. مينفعش تقف على الشكل بالبيب والاتنين بيب، لازم تبقى مرن في سوق الفوركس. مفيش حاجة في التريدنج تبقى ايديا، انت لازم تأدبت مع اي ظروف للسوق. هادي عندي ال 78 وادي عندي ال 161. تعالى نشوف السي كانت عن تصحيح كام. السي عند ال 50، نموذج ممتاز. تعالى نرسم النموذج.
ادي نموذج الباتر فلاي. طب هنا لو لاحظنا برضو ما عنديش مستويات دعم قريبة منه، هحدد الستوب لوس بتاعي ازاي؟ زي ما قلنا هعكس فيبوناتشي واحط الستوب لوس عند تحت مستوى 127 بحاجة بسيطة. ادي مستوى الستوب لوس بتاعي. طيب كام بيب؟ 90. هنا لازم هدفي يبقى على الاقل 100 لان انا جايب ال 100 وان شوت، بيعتبر نموذج اكسبتبل معايا. تعالى هنا نشوف بيكت عند مستوى تصحيح ال 61. طب ال 61 ده بيديني بوتنشال ايه؟ بوتنشال جارتلي. طب الجارتلي تصحيح عند كام؟ ب 61 وعند ال 78 يبقى اجريسيف سي جارتلي. تعالى نجيب الجي وعند مستوى ال 78. ادي مستوى ال 78. طب الستوب لوس بتاعي فين؟ تحت مستوى الاكس. هنا كان حوالي 55 نقطة. طب والاهداف 70، يعتبر نموذج اكسبتبل. تعالى نرسم شكل الجارتلي على الشورت. ادي نموذج الجارتلي. ومن ضمن الحاجات اللي تسهل عليك تحديد النماذج انك تحدد نقطة البي والجي مع بعض في نفس الفيبوناتشي. تعالى نشوف مثال هنا. البي صححت عند نقطة ال50. طب ال50 ده ممكن يديني شكل ايه؟ ممكن يديني شكل البات. طب البات بيكمل عند مستوى ايه؟ ال88. ادي شكل البات. طيب سهلته على عيني ازاي؟ حددت اول ضلع وشفت نهاية الضلع التاني بيتكون عند مستوى الكام. نفس الفيبوناتشي، ما غيرتش اي حاجة. ودي من ابسط الطرق اللي تحدد بيها اشكال الهارمونيك وتبقى سهلة جدا لعينيك. فتعالى نرسم الشكل بدون ما احدد حتى نقطة ال سي. ادي الاكس اي وادي نقطة البي. نلغي الخط ده ونرسم بقية الشكل. ادي نقطة السي وادي الدي. تعالى نشوف بقى هل السي تتوافق مع الشكل بتاعي ولا لا. والسي عندي ال 61 ولمست كمان ال 78، فده يعتبر شكل ممتاز. طب باقي لي ايه في الشكل؟ احدد الستوب لوس بتاعه واهدافه، هل هي مجزيه ولا لا. فهنرسم من السي للدي الفيبوناتشي واحدد الستوب لوس بتاعه. ادي الاكس، يبقى الستوب عندي تحت نقطه الاكس. طب من نقطه دخولي للستوب لوس يعتبر كام بيب؟ 16 بيب. طب اول هدف 16، يعني 1 ل1. تمام. طب لو هنا جاب لي اول هدف وان شوت، اقوم حاطط الستوب لوس بتاعي عند نقطة الدخول. طب جاب ال 38، كمل معاه لل 50، كمل معاه لأقصى حاجة ممكن تخرجك من السوق. انا هنا كنت هرفع الستوب لوس بتاعي عند مستوى ال 23، فكان هيجيب لي ال 38 وال 50 بس كان هيقفل لي الهدف بتاعي عند 38. انت ممكن تستكفي عند ال 38. في ناس كتير قوي بتستكفي التاني هدف وبتخرج من الشكل عموما. وادي نموذج عندي البيت. طب ممكن نكتفي على كده؟ لا طبعا. تعال نشوف نماذج تاني. ادي ال 161. طب ال 161 ممكن تديني ايه؟ الاي بي سي دي. هتحدد الانعكاس بتاعها. ما جابتش ال 161 فمش هخش. في ناس بتخش ال 127 بس انا بخش ال 127. اتفقنا ان الاي بي سي دي عندي هي البي عند مستوى ال 78 او ال 61، والسي دايما بتبقى عند مستوى ال 161. فانا ما جابش ال 161 فمش هخش الشكل. هنا جبت، لو تلاحظ معايا الشكل ده ما قستوش من هنا. طب ليه قسته من هنا؟ عشان يعتبر بالنسبه لي بدايه حركه، او ممكن اخد منها بدايه الموجه. ادي الاكس وادي الاي وادي البي عند مستوى ال 78 وادي الدي عند ال 61. فتعالى نشوف السي هل هي مظبوطه ولا لا. السي عند مستوى ال 50، فده يعتبر نموذج بالنسبه لي ايديال. تعالى نشوف الشكل. ادي الشكل معايا. تعالى نحدد اهدافه للستوب لوس. طب عايز اول حاجه احدد الستوب لوس، هعكس الفيبوناتشي واحط عند اقرب تاني مستوى ليفل ليه. انا هنا دخلت عند ال 100، فاقرب ليفل عندي ال 127. واحدد الستوب لوس بتاعي كان كام بيب؟ 39 بيب. تعالى نشوف الاهداف بتاعت الشكل. اول هدف يعتبر معايا كام بيب؟ 30. طب تاني هدف يعتبر 48، يعتبر 1.5 ل1. بالنسبة لي صفقة مقبولة. طيب ايه انسب حاجة تتريد بيها؟ اول ما هقلك تاني هدف حط الستوب لوس بتاعك عند الدخول، وحابب تكمل معاه تمام، حابب تتخرج تخرج. كل نموذج بتتعلمه في الهارمونيك هو خطوة بتقربك من احتراف السوق، لكن التحدي الحقيقي انك تفضل متابع مجتهد جاهز لكل فرصة قبل ما السوق يتحرك. علشان كده لو حسيت انك استفدت من الفيديو اضرب زر الاعجاب واشترك في القناة، لان اللي جاي اقوى واعمق واكتر تطبيقات عملية هتغير لك اسلوبك في التداول للابد. خليك جاهز لان رحلة الاحتراف لسه في بداية. وقابلكم في فيديو جديد من سلاسل المجتهد.